كم يقدر يدفع من ثمن شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى؟ كم الشكرانية هذه اللي نقدر ندفعها لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، كل مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. لكن قال يكفي من ذلك كله ركعتين من الضحى يركعها الإنسان فتكفيه أن تكون شكر. تخيل أنه شكر نعمة العافية، هل في نعمة أكبر منها؟ شكر نعمة العافية العظيمة أنك تصلي ركعتين في وقت الضحى لله سبحانه وتعالى. شوف كرم ربك كيف قبل منك بس هذه الركعتين في دقيقتين 3 دقائق. مع هذا الله تعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. لو شكرت الله على العافية تأكد أنه راح يزيدك من هذه العافية بفضل وجوده سبحانه وتعالى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فراحوا وعادوا مباشرة. الصحابة تعجبوا، جابوا غنائم كبيرة، قالوا: ما رأينا أسرع من هذه الكرة ولا أوسع غنيمة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن من صلى الضحى كان أسرع كرة وأوسع غنيمة منهم. يعني تخيل أنه ركعتي الضحى أكثر فائدة مما تأتي به هذه السرية من الغنائم. من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له ذلك بحجة وعمرة تامة تامة تامة. أكدها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أنها تامة كاملة. كيف الإنسان يضيع على نفسه هذه الفضيلة الكبيرة البسيطة؟ يعني لقمة سائغة، رزق سهل كما يقولون، من فضل الله سبحانه وتعالى. كم فضائل في صلاة الضحى وهي كلها بسيطة، أقلها ركعتين، وأكثرها بعضهم قال إلى 4 إلى 8، بعضهم قال ما في حد لأكثرها، لكن تكفي ركعتين يركعها الإنسان. بعدين وقتها طويل، من بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد الإشراق بحوالي 16 إلى 20 دقيقة، وقتها يستمر إلى قبل أذان الظهر بلحظات. يقدر الإنسان يصليها في بيته قبل ما يخرج العمل، يقدر يصليها في العمل، عند المكتب، في المصلى تبع المؤسسة، سجادة يخليها على كرسية يقوم، هي تأخذ 2 3 دقائق، يستفيد الإنسان فيها فائدة كبيرة. كيف الإنسان يضيع هذا الفضل الكبير وهو أمر بسيط ويسير جدا؟ استحب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى قراءة سورتي الضحى اللي هي والشمس وضحاها وسورة والضحى والليل إذا سجى. من صلى صلاة الضحى وحافظ عليها يغفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الضحى، وكان يقول: من حافظ على صلاة الضحى كان أوابا. تعرف إيش معنى أواب؟ يعني العبد المقبل على الله، اللي الله تعالى امتدحهم حتى الأنبياء: نعم العبد إنه أواب، العبد اللي كثير الرجوع إلى الله. لو حافظت على صلاة الضحى كتبك الله أوابا. إذا كنت تحب الله وتبغى الله سبحانه وتعالى يحبك، وسمعت هذه الفضيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الركعتين البسيطة جدا في الوقت الواسع جدا لنا، كيف الإنسان ما يعمل بهذه الفضيلة ويقوم يؤديها حب لله وتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ الله يوفقنا وإياكم أن نواظب عليها ونعمل بها ونحافظ، نكون بها إن شاء الله من الأوابين ونجاور بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.